في حاجة وحشة وحاجة حلوة وحاجة مهمة لازم تسمعوا التلاتة. هنبدأ بالحاجة الوحشة عشان اللي بعده يبقى حلو. الحاجة الوحشة ان النهاردة اخر صلاة تراويح في رمضان واخر قيام ليل في رمضان، يعني بعد العشاء النهارده اخر صلاة تراويح مش هنصلي تاني. طب ايه الحاجة الحلوة؟ الحاجة الحلوة ان النهارده ليلة 29، يعني ممكن تكون ليلة القدر، اخر ليلة فردية، يعني ما ينفعش نضيعها. لو ضيعنا اللي فات كله خلاص حاول تعوض في دي، يمكن يا سيدي نصيبك، يمكن يا سيدي نصيبك يكون في دي. فما تضيعش دقيقة من اول ما المغرب يقول الله اكبر لحد الفجر ما يقول الله اكبر. كل الليله ديت نستغلها بكل الطرق اللي نقدر عليها، واي حاجه انت شايفها ممكن تقربك من ربنا فيها، سواء قران، صلاه، اي حاجه ممكن تعملها في الليله دي. طيب نيجي بقى للحاجه المهمه. الحاجه المهمه هي زكاه الفطر. اي حد بالغ لازم واجب عليك تطلع زكاه الفطر. وزكاه الفطر عشان دي احنا ومعظم الشباب اللي زينا ومعظم جيلنا ما يعرفش اصلا ايه زكاه الفطر ديت وبينساها. بس زكاه الفطر ديت يعني ممكن تضيع لك كل اللي انت عملته لو انت ما عملتهاش. زكاه الفطر مش جدع بتقفل وانا بتكلم. نرجع لموضوعنا. زكاة الفطر عشان هي ركن من اركان الاسلام الخمسه، اللي هي ايتاء الزكاه، صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع، والباقيين كلهم، بس هي ايتاء الزكاه دي منهم اللي هي زكاه الفطر. زكاه الفطر الازهر قدروها السنه دي بحوالي 30 جنيه، يعني حاجه بسيطه جدا جدا. انت تقدر تطلع اكتر، تقدر تطلع 50 100، بس المهم ان انت ما تقلش عن ال 30 جنيه. تروح اي مكان بيقبل زكاه الفطر، اي مسجد بيقبل زكاه الفطر، وتطلعها قبل صلاه العيد. يعني شروطها لازم تكون قبل صلاة العيد، ما تنسوهاش. وفكروا اي حد تقدروا تفكروه، وانشروا، يعني انشروا، مش بقول لكم انشروا الفيديو، انشروا الكلام ده بنفسكم. قولوا لاي حد، قولوا لاصحابكم، وعرفوا الناس كلها. واحد بقى يقول لي هل تجوز الصدقه على اليوتيوبرز؟ اقول له والله لو يوتيوبر مثلا بيمر بظروف نفسيه صعبه، بظروف ماديه صعبه، حالته يعني ما اشفر، ممكن نجمع له كده صدقه، ونجيب له كده مثلا ايه، نجمع له مع بعض، ممكن يبقى مليون واحد، نجمع له مليون جنيه كده ونديها له برضه ايه، ياكل عيش. فمحدش برضه ادرى بظروف اللي ايه ده كاميرا لا يا جماعه بهزر، لا الكاميرا خلاص انا ممكن اتقبلها، بس يعني ما تقولش عليها صدقه بقى، يعني ما تحسسنيش بقى ان انا عشان بمر بظروف ماديه لا، يعني ممكن مثلا عيديه، انت كده بتديني عيديه، عايز تعيد عليا عيديه، لا اقبل عيديه اقل من 500 جنيه بس. فكده انا معاك، مش مع اقل خلاص بقى اديك انا.